بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم جميعا للحضور، وكنت أتمنى معالي وزير الدكتور صمان معالي وزير الصحة يبقى معايا، بس للأسف هو استدعي في الطريق لاجتماع طارئ. وأعتقد أنتم بتشوفوا معالي الوزير كتير، فممكن يبقى الأسئلة أكتريتها لي أنا، على أساس أنه هتعوزوا من منظمة الصحة العالمية إجابات. خليني أقول أنه في البداية أهني الشعب الكردي، لكنها تهنئة بحذر. أهنيه على الأرقام اللي وصل لها من ناحية العدوى والوفيات، اللي هي بنعتبرها أرقام جيدة جدا بالنسبة للمنظمة. وأهني الشعب على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتعليمات الحكومة. أهني معالي الوزير الدكتور صمان واللجنة البرلمانية في وزارة الصحة، دولة رئيس الوزراء ودولة الرئيس على الإجراءات اللي خدوها، اللي لولاها لما كانت الأرقام وصلت للي احنا فيه. الثلاث محافظات إربيل دهوك وسليمانية أقدر أقول إنهم حققوا يعني أرقام أقل كثيرا من حتى الأرقام اللي سجلت في باقي المحافظات، وبخاصة من ناحية معدل الوفيات. معدل الوفيات في الإقليم حوالي 1.2%. بنتكلم على معدل شفاء كمان عالي جدا فوق 90%. عدد الإصابات حوالي 352 أو 53 على ما أذكر، بإضافة الأرقام امبارح. كان بقالنا مدة طويلة لم نسجل أي إصابات لمدة 5 أو 6 أيام ورا بعض. كل دي أرقام وحاجات مشجعة، لكن الأمور ما انتهتش، لأن أنا سامع أنه في بعض الناس يعني افتكرت أن احنا تغلبنا على الفيروس في الإقليم. هذا لم يحدث، ولا طبعا في باقي العراق. سبب الزيارة أنه مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخرت كانت يعني تود زيارة الإقليم، تهنئ القيادات على الإجراءات المتخذة، وتطمئن على البعثة الدبلوماسية هنا للأمم المتحدة اللي بتعمل. عندنا عدد كبير من البعثات ومن المنظمات الدولية تحت علم الأمم المتحدة موجودين هنا في إربيل، وبالتالي كانت سبب الزيارة هو الشد على أيديهم، الاطمئنان على الموظفين الدوليين، وفي نفس الوقت متابعة الإجراءات فيما بعد اللوك داون أو الحصار أو حظر التجوال. عارفين حضراتكم إنه عشان نطلع من الحالة اللي احنا فيها محتاجين خطوات، فلازم نتفق مع الحكومة من ناحية منظمة الصحة العالمية ومن ناحية الأمم المتحدة على الخطوات. من ناحيتنا احنا الخطوات من ناحية التقنية، ومن ناحية بلاسخرت لازم تطمئن عليها من ناحية الموظفين الدوليين وكيف سيتم المعاملة والسفر وإجراءاتها وغيره وغيره. فكان ده الهدف من الزيارة. وفي نفس الوقت احنا قمنا بزيارة أول يوم إلى معالي نائب رئيس الوزراء قباد الطالباني، وكانت زيارة مثمرة جدا وتحدثنا كثيرا في بعض الإجراءات. ثم قابلنا اليوم صباحا دولة رئيس الجمهورية، وامبارح أو البارحة على بعد الظهر قابلنا دولة رئيس الوزراء. والحقيقة في الثلاث مقابلات تحدثنا كثيرا باستفاضة عن الإجراءات التي اتخذت والإجراءات المتوقعة في القريب العاجل إن شاء الله. احنا كمنظمة صحة عالمية سعداء جدا جدا بالإجراءات اللي اتخذت في عموم العراق، وفي نفس الوقت موجودين للدعم التقني واللوجستي والفني. قمنا بإجراءات كثيرة جدا جدا في مصلحة شعب العراق، من ناحية النصيحة التقنية الخالصة التي أدت إلى أنه الأرقام دي زي ما بتشوفوها. مش بس كده، دعمنا بمواد إعلامية كثيرة في وسائل الإعلام المختلفة ومن ضمنها حضراتكم طبعا. مش بس كده، دعمنا بكثير من المواد التي تستخدم في الكشف عن الكورونا في المختبرات أو ما نسميه، وأيضا زودنا ببعض الأدوات الوقائية زي الماسكات والقفازات وغيرها التي تستعمل. ثم أيضا
زودنا بالذات الإقليم هنا ببعض الأجهزة الطبية زي الفنتليترز والاي سي يو مونيتورز، وكان قبلها كان في شحنة كبيرة من عربات الإسعاف. غير كده نحن نتابع ونشارك الوزارة في الحالات، نتابع المعامل، نتابع الحالات في المستشفيات، ونطمئن على مش بس الخدمة المقدمة للمصابين، ولكن أيضا نطمئن على صحة الأرقام، وإنه فعلا إنه كل مريض محتاج رعاية بياخدها، وإنه الأرقام اللي بتطلع من المعامل صحيحة، وبالتالي حتى لا يتشكك فيها البعض. وطبعا حضراتكم عارفين انه كمان الارقام الصحيحه تؤدي الى تخطيط صحيح للمستقبل فيما يتعلق التعامل مع هذه الجائحه. هقف هنا وهستقبل اسئلتكم، اللي انا متاكد انها هتكون في امور عده مختلفه فيما يتعلق بالزياره والتعامل مع الوباء، سواء كان في العراق ككل او في الاقليم. فانا هقف لحد هنا. وطبعا تاني هرجع اقول انه كان نفسي دولة معالي وزير الصحة يبقى معانا، لكنه استدعي لاجتماع هام، وبالتالي هو بيعتذر جدا عن عدم الحضور. اي اسئلة حضرتك؟